لما بكون مستعجلة وعايزة أعمل أكلة سهلة وسريعة ومنجزة ما بفكرش كتير، بجيب الطاسة بتاعتي وبحط فيها ملعقتين زيت، ولما يسخن الزيت بقطع بصلاية كده بالسكينة وبقلب في البصلة دي لغاية ما لونها يبقى ذهبي خفيف كده، وبعدين بضيف فيها كده فصين توم مهروسين وبقلب التوم. مش هستنى لما لونه يتغير ولا حاجة، بمجرد بس ما ريحته تفحفح كده بكون عندي كده صدر فرخة بقطعه يعني زي ما بقطع الشاورما. صدر الفرخة ده أنا مش هتبله بأي حاجة غير حاجة بسيطة وبس، اللي هو شوية ملح وفلفل، وكمان هعصر عليه نص ليمونة. أهم حاجة لما نضيف صدر الفرخة في الطاسة ما يكونش فيه مية، يعني أنا بصفيه من أي سوائل تكون فيه. في البداية أنا ما بقلبش صدور الفراخ كتير، يعني هستنى لما تاخد تشميعة كده على أول ناحية وبعدين هقلبها على الناحية التانية، وبعدين كل شوية هديها تقليبة بسيطة. احنا بنقلب صدور الفراخ ليه؟ علشان تتطعم من البصل والثوم ده ويبقى طعمها جميل. كمان التقليب ده بيساعد على التسوية طبعا، يعني 3/4 تسوية صدور الفراخ بتكون في فترة التقليب دي. احنا بنقلبها حوالي كده 3 4 دقايق أو 5 دقايق. كل شوية أنا بسيبها كده حوالي نص دقيقة وبرجع تاني أديها تقليبة بسيطة على النار. في المرحلة دي احنا بنكون معلين النار، هقول لكم امتى هنوطي النار دي. بعدين هقطع فلفل الوان، ولو مش عندك فلفل الوان ممكن تستخدمي فلفل اخضر برضو، يعني مش هيقول لا. الفلفل الالوان بيدي تسكيرة كده وطعم مميز لصدور الفراخ. على فكرة لو عندك هريسة ممكن تضيفي ملعقة برضو. بقلب الفلفل الالوان مع صدور الفراخ مع البصل مع الثوم، وفي الوقت ده انت هتشمي ريحه جميله جدا جدا من الخضار البسيط الجميل اللي احنا بنقلب فيه ده. طبعا الريحه دي بتنعكس على صدور الفراخ. دلوقتي هنضيف التوابل، والتوابل بتاعتنا اللي هي التوابل السحريه اللي انا عاملاها معاكم على القناه. انا ضفت ملعقه ونص، كمان هنضيف نص ملعقه من الملح. هحط لكم الرابط تحت الفيديو. لما ما تعرفوش توصلوا للروابط اللي انا بضيفها دي في الوصفات اكتبوا لي في الكومنتات وانا عينيا ليكم، انا برد على كل تعليقاتكم. في المرحلة دي لما بنضيف التوابل أنا بوطي النار علشان التوابل من الحاجات اللي سهل إن هي تتحرق. بعدين دلوقتي بعد ما قلبت التوابل حوالي دقيقة واحدة بس على نار هادية ضفت صلصة الطماطم، والصلصة دي برضو احنا عاملينها مع بعض على القناة. أنا ضفت 4 ملاعق كبار، ممكن طبعا تزودوا أو تقللوا في الصلصة ده حسب ما انتوا بتحبوا. في الأول أنا ما بضيفش المية، هستنى لما تتسبك كده الصلصة، يعني هقلبها شوية كده لغاية ما أحس إن هي خلاص اتسبكت، وبعدين هبتدي ازود الميه. في الاول انا ضفت نص كوبايه ميه، لكن لما قلبتها حسيت ان هي الطماطم تقيله معايا، فانا محتاجه ان هي تكون خفيفه شويه في البدايه، فضفت نص كوبايه ميه تانية. يعني انا ضفت التوتال كوبايه مليانه من الميه. هقلب الميه مع الصلصه كده مع الفراخ، وفي الوقت ده هنحط الحلة على عين البوتاجاز التانية علشان نسلق المكرونة. انا عجبتني المكرونة دي لقيتها في الهايبر فحبيت افيدكم. مكتوب عليها هلالية لكن هي نوع جديد بصراحة من المكرونة، انا اول مرة اشوفه، قولوا لي انتوا كنتوا تعرفوه ولا لا. بيكون شكلها طويل شوية غير الهلالية العادية القديمة اللي احنا عارفينها. هسوي المكرونة 3/4 تسوية. المكرونة دي على فكرة فيها بركة، يعني بعد ما بتستوي بتدي كمية كبيرة. بوطي النار على الصلصة وبغطيها وبسيبها على نار هادية كده لغاية ما اتأكد ان صدور الفراخ استوت. بس كل شويه انا كنت بشيل الغطا بتاع الحله وبديها تقليبه بسيطه علشان الصلصه زي ما انتم عارفين ممكن تشيط. حسيت ان هي تقلت برضو، حطيت ربع كوبايه ميه. في الوقت ده خلاص كانت المكرونه استوت، فانا صفيتها وغسلتها. انا لما سلقتها على فكره ما حطيتش في ميه السلق ولا زيت ولا ملح، لان كفايه قوي كميه الملح والتوابل اللي احنا حاطينها في الصلصه. غسلتها وضفتها. لما تضيفوا المكرونه برضو خلوها 3/4 تسويه مش سلق كامل، علشان كده كده احنا هنخليها في الصلصه دي تغلي حوالي دقيقتين علشان تشرب من الصلصه، عشان يبقى طعم المكرونه بالصلصه شارب منها، ما يبقاش طعم المكرونه مسلوقه وبس. ده شكل المكرونة بعد ما شربت من الصلصة وبقت يعني ريحتها مفحفحة كده واخدة من التتبيلة الجميلة دي. التوابل دي ريحتها كده تودي للكبسة شوية، حاجة كده جميلة جدا وتفتح النفس. المكرونة خلاص كده بعد دقيقتين ده شكلها. صدور الفراخ لازم تتأكدوا ان هي مستوية. الصلصة زي ما انتوا حابين، لو حابينها تكون سايلة اكتر من كده ممكن تزودوا كمية مية قبل ما تضيفوا المكرونة. يعني بعد ما بنضيف المكرونة ما ينفعش ان احنا نضيف مية علشان المكرونة ما تعجنش.
ودلوقتي تعالوا بينا نستمتع بشكل المكرونة واحنا بنغرفها مع بعض. شايفين قد ايه هي جميلة ومش معجنة ولا ماسكة في بعضها. نوعية المكرونة دي على فكرة عايزة اقول لكم يعني فيها بركة فعلا. يعني بصوا هتعمل طبقين كبار اهم، وكمان الطاسة هيتبقى فيها طبقين تانية. يعني الطاسة دي على فكرة كبيرة مقاس 28. ريحة المكرونة يا جماعة بصوا ريحتها قلبة كده على كبسة على حاجة كده جميلة تفتح النفس يعني. لو عجبتكم الوصفة اكتبوا لي بقى رأيكم فيها في الكومنتات، ولو كنتوا عارفين نوع المكرونة ده يعني اكتبوا لي عشان ما احسش اني لوحدي اللي متفاجئة. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، وبكرة بإذن الله نتقابل تاني مع وصفة جديدة على مطبخكم، مطبخ ناهد فاروق. بحبكم جدا.